السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم حلوة كرتادية، حلوة اسبانية، حلوة اقتصادية كتجي لذيذة وبكمية كتيرة. صدقوني غير جربوها كتجي رائعة. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غادي نبداو هنا بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده، قريصه ديال الملحه، واحد فاني، كاس ديال الزيت، كاس سكر، ملعقه صغيره عامره ديال القرفه، ربع كاس ديال الماء، واحد ساشي ديال الخميره، والدقيق على حساب الخليط. في واحد القصريه كنوضعو دائما الزبده ديالنا وغادي نضيفو لها السكر مع القريصه ديال الملحه والفاني. غادي نخلطو مزيان ديك الزبده مع السكر. دابا الجو بارد البنات، صراحه الزبده كتعذب بزاف، واخا خرجتها ليله قبل من الثلاجه، ولكن الجو بارد بزاف وكتبقى قاصحه كتعذبنا بزاف. ولكن غادي نستمر معها حتى كنحاول نطلقها مزيان. هنا كنضيف كاس ديال الزيت، غادي نحاول نطلقها مع ديك الزيت حتى كنحصلوا على واحد القوام كريمي. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش دائما بواحد لايك وتعليق، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك فيها، وبارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش يشوفوا عدد كبير من الناس. هنا من بعد ما خلطت مزيان ديك الزبده مع السكر والزيت حصلت على هذا القوام. هنا غادي نضيفو واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه تكون عامره، وغادي نضيفو هنا 4 كاس ديال الماء، وحنا كنخلطو مزيان حتى كيتجانس لينا الخليط كما كتلاحظوا. صراحه هاد الحلوه راه كتجي رائعه البنات، كنتمنى تجربوها. ودابا غادي نضيفو الدقيق، دائما الدقيق ديالنا كنضيفوه غير شويه بشويه. وغادي نضيفو الساشي ديال الخميره من فئه 7 غرام او 8 غرام. الحلوه ديالنا دائما كنخلطوها غير باطراف الاصابع، وحنا كنزيدو الدقيق غير شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ما كتكونش قاصحه البنات. هاد الحلوه الصراحه راه كتجي بنينه بزاف وكتجي هشيشه ما تشبعوش منها. كنتمنى تعجبكم حتى نتوما وتجربوها. هنا من بعد ما العجينه ديالي جمعتها كما كتلاحظوا هنايا كنحصلوا على هاد القوام، عجينه اللي كتكون رطبه كما كتلاحظوا هنايا. وغادي نغطيو عليها واحد بلاستيكه وغادي نخليوها على جنب. ودابا غادي ندوزو طريقه تحضير الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو هنا 2 كيسان ديال الماء، عندنا هنا واحد الملعقه كبيره ديال النافع او حبه حلاوه، عندنا 3 المعالق ديال المايزينا، 3 المعالق ديال السكر. كناخذوا واحد الكاسرونه غادي نوضعوا فيها كاس ديال الماء، ونضيفوا ملعقه ديال النافع وحبه حلاوه اللي كان عندكم غادي تنسموا به، وغادي نوضعوا فوق النار كيغلى. وهنا في كاسرونه اخرى غادي نضيفوا كاس ديال الماء، نضيفوا مايزينا، وغادي نضيفوا حتى السكر وكنخلطوا مزيان. ضروري ما كنخلطوا مزيان حتى كتذوب لينا ديك مايزينا مزيان مع داك الكاس ديال الماء كما كتلاحظوا هنايا. كنحصلوا على هذا الشكل هنايا داب لينا مزيان ديك مايزينا. بالنسبه للخليط ديالنا راه غلا مزيان هنايا كما كتلاحظوا. غادي ناخذ واحد الصفايه وكنصفيو فيها غير الماء، كنضيفوه مباشره في الخليط ديالنا، وغادي نحركو مزيان. هنا نخلطو مع بعضياتو. غادي نرجعو الخليط ديالنا فوق النار مع التحريك دائما حتى كتعقد لينا الكريمه. هنا الكريمه ديالي ها هي واجده البنات كما كتلاحظوا هنا. غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو دابا للعجينه ديالنا. كناخذوا العجينه وغادي نقسموها الى نصفين، كنحاولوا دائما نديروهم متساويين.
بالنسبه للكريمه البنات، اما غادي ديروها بحالي كما درت انا، عاد درتها وعاد جيت قسمت العجينه ديالي وسرحتها، ولا كتقسموا العجينه ديالكم وكتسرحوا الكره ديالكم الاولى كتوضعوها في اللاطه وعاد كتمشيو ديروا الكريمه. داكشي اللي جاكم ساهل كديروه. هنا كناخدو اللاطه ديالنا وكناخدو الورق ديال الطبخ وكنقطعوه على قياس اللاطه اللي غادي ندخلو للفران. كناخدو هنا العجينه ديالنا كنوضعوها فوق داك الورق وكنحاولوا نبسطوها بالدلاك. غادي ناخدو هنايا ورق اخر ديال الطبخ وغادي نوضعوه فوق العجينه ديالنا باش كتسهل علينا اننا كنسرحوا العجينه ديالنا بكل سهوله، او كديروا ما بين جوج بلاستيكات، ولكن من الاحسن ديروا فوق ورق الطبخ باش انه كيسهل عليكم انكم ترفدوا العجينه ديالكم وتوضعوها في اللاطه. هنا غادي نسرح العجينه ديالي قياس ديال اللاطه اللي عندي، بهذا الشكل اللي كتلاحظوه هنايا بهذا القياس. غادي ناخذ اللاطه ديال الفران وغادي نوضع فيها، راه كترفد معكم بسهوله ما تخافوش منها، وكنحاولوا نبسطوها بيدينا. البلاصه اللي كتبان لينا ما فيهاش العجينه ولا كانت شي بلاصه طالعه غادي نقطعوها بالموس وغادي نعمروا في هذوك البلايص اللي كيكونوا خاويين. هنا من بعد ما سرحت العجينه ديالي كناخذ واحد الفرشيط وكنثقبها بها. ودابا غادي ندوزو للكريمه. ضروري ما كنرجعو نخلطوها مزيان بالطراب بهذا الشكل كما كتلاحظوا حتى كترطب معنا مزيان ديك الكريمه، وغادي نوضعوها مباشره فوق العجينه. غادي نسرحو مزيان ديك الكريمه، كنحاولوا نقدوها على العجينه ديالنا كامله. ملعقه او سباتولا اللي كان سهل معكم البنات باي حاجه. هنا من بعد ما وزعت الكريمه ديالي غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو نسرحوا العجينه الثانيه. كنسرحوا العجينه ديالنا بنفس الطريقه اللي سرحنا بها الاولى. هنا كنحاول نقادها دائما بيديا باش انها كتساعدني كتسرح معايا بكل سهوله. وهنايا بعد ما سرحت العجينه ديالي غادي نقلبها فوق العجينه ديالنا الاولى كما كتلاحظوا هنايا، وكنحاول نساوي دائما بيديا. دائما دوك الزوائد كنعمروا بهم البلايص اللي خاويين. راه العجينه ما كتشيطش معنا نهائيا الا قديناها بيدينا، وحنا كنقادو بهذه الطريقه كما كتلاحظوا ما كتخافوش. هنا الفران ديالي راه سخون، غادي ندخل الحلوه ديالي للفران من بعد ما ثقبت العجينه ديالي من الفوق. هذه هي الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران خدات معايا هذا اللون. غادي نقلبها هنا في واحد بلاطو او اي حاجه كتحيد معنا بسهوله البنات. راه الورق بقى لداخل. هنايا غادي نوضعها فوق ديك اللاطه اللي كنت طيبت فيها الحلوه ديالي في الفران. هنا عندي سكر كلاصي سبيسيال وعندي القرفه. كناخذ واحد المصفات وكنوضع فيها سكر كلاصي، كنزين بها الوجه ديال الحلوه ديالي بهذا الشكل. كنحاول كنزين مزيان ديك سكر كلاصي ما تبقاش شي بلاصه خاويه بهذه الطريقه. هنا من بعد ما زينت الحلوه ديالي الوجه ديالها كامل، دابا غادي ناخذ واحد السكين اللي كيكون ماضي وغادي نقطع الحلوه ديالي. صراحه الحلوه راها هشيشه بزاف كتقطع معكم بسهوله، راه كتجي هشيشه وكتجي بنينه بزاف. راه كما كتشوفوا راها اقتصاديه. بالنسبه للحجم نتوما اللي كتحكموا به، بغيتوا ديروا حجم اصغر من هذا نتوما لكم الاختيار. انا درت حجم كبير وعطاتني واحد الكميه كثيره، وإلا درتو حجم اصغر من هذا غادي يعطيكم عاد كميه اكثر. دائما داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نستعمل قطع الحلوه ديالي بهذا الشكل كما كتلاحظوا.
وهنا غادي ناخدو القرفة وغادي نزينو بها الحلوة ديالنا من الوجه بهذا الشكل. غادي نستمر انا نزين الحلوة ديالي وغادي نرجع معكم بعد ما تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. صراحة هاد الحلوة راه كتجي رائعة بزاف وكتجي بنينة. كنتمنى منكم انكم ما تنسونيش واحد التعليق اللي يكون مشجع وشي لايك باش يشوفوا عدد كتير من الناس. هنا هذا هو الشكل ديال الحلوة ديالي من بعد ما زينتها. صراحة كتجي رائعة، كتجي ديك الطبقة ديال الكريمة في الوسط وكتجي هشيشة بزاف. كنقول لكم شكرا على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.